بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعيني، شلونكم وشلون صحتكم؟ عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبا عبد الله الحسين. بهذا اليوم راح أسوي لكم الهريسة أو على طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. هاي هنا بعد ما رحت السوق جبت الحبية وجبت الزبد. هاي الحبية البيضة، الحنطة. هنا جبت الشعرية، وهذه هنا جبت الزبد، 4 باكيتات من الزبد. وهنا جبت دهن جنة، وجبت الدارسين حتى أضيف على الهريسة. أكو بيهم يضيفون بس دهن أو زبد، أكو بيهم يضيفون دبس، شكر، بس أني أحب دائما أخلي الدارسين على الهريسة بعد ما أضيف له الشكر أو السكر. هاي جبت كمية كلش كافية. هنا هاي جبت أني 5 كيلوات من الحنطة، هذه شكلها. هنا عندي هذا الحمص الناعم، هم نقعته، نقعت كمية من عنده، والحبية هم نقعتها، تقريبا نقعت 8 ساعات. هنا عندي جبت دجاج، حي يعني، ذبحناه وقطعته بهذا الشكل وغسلناه وصار هذا شكله. هنا أنا ما نسيت أصور لكم من حمسة الدجاج. حمسة الدجاج كل زين، حمسة كاملة. وبعدين ضفيت الحبية بعد ما نقعتها 8 ساعات، وبديت أقلبهم مع بعضهم. هنا خليت تقريبا 10 لترات، أول مرة 10 لترات مي لل5 كيلوات. هنا بديت أقلب بيهم حتى لا تلشع الحنطة أو الحبية. لازم 24 ساعة أو 24 دقيقة لازم نظل نخوط بيها بهذا الشكل حتى لا تلشع، ومن تلشع تصير ما طيبة. هنا بعد أني دا أخلط بيها وخالت لها بس 10 لترات من المي. لازم ما نتركها، نظل مستمرين. طبعا صارت كلش طيبة. طبعا هسه بدينا نخلط بيها بهذه، حتى شنو نقدر شوية نمردها. يعني بعد 10 لترات ضفت تقريب 20 لتر مي مرة ثانية، وظليت أخلط بيها بهذه الشكل إلى أن حتى تستوي، تنمرد الحبية، تستوي زين، والدجاج هم ينمرد، يستوي وينمرد. هنا أنا بعد ما هسه استوت الهريسة وصارت كلش طيبة، ضفت لها الزبد اللي موعته، وراح أضيف الدارسين بهذه الطريقة بصحن التقديم أو التوزيع. هنا كملتهن الماعين ووزعنا، وصارت خير وبركة من رب العالمين. وزعنا وصار كلش زايدة، وحتى بديت أنطي للجوارين بالجدورة. إن شاء الله اليوم طريقتي عجبتكم بالهريسة أو عجبكم الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وأكون ممنونة من عندكم. سهمكم العافية، مكانكم خالي، ودمتم في أمان الله جميعا.